بتبدأ أحداث الفيلم مع البطلة ماريسا وهي بتقوم من النوم ورايحة مكتب الصحافة اللي شغالة فيه، وبتروح بعدها تحضر اجتماع العمل واللي بيكون فيه المدير وكل الصحفيين. لكن فجأة بيجي ضابط اسمه توبي وبيقطعهم وبيطلب من ماريسا واللي بتكون أمه تيجي علشان عايز يقول لها على حاجة مهمة، فبتسيب الاجتماع وبتروح معاه. وبنعرف إن في شاب مات في وسط الطريق والقاتل هرب، وللأسف لم يتم الكشف عن هويته لحد دلوقتي. وبنشوف توبي بيحضن أمه وبعد كده بنشوفهم في المستشفى، وبيقول توبي الأم أنت مالكيش ذنب. وبنشوف بعد كده جنازة الشاب ده واللي بيطلع ابن مرسيا وبيكون اسمه مايكل، وبتكون واقفة هي وابنها توبي ومعاه مراته جينا. وبتشوف مرسيا بنت واقفة من بعيد، وبعد كده بتروح ناحيتها فبتقول البنت دي إنها حامل، لكن في نفس الوقت بتضربها مرسيا بالقلم. فبيجي توبي يهديها ويبعدها عنها، لكن بعد كده بيقعدوا مع بعض في كافيه، وبتعتذر مرسيا للبنت دي واللي بنعرف إن اسمها بيج وإنها حبيبة مايكل اللي مات. وبتقول لمرسيا إنها حامل من ابنها، وبعدها بيدور حوار ما بينهم، وبنشوف مرسيا بتكون متعصبة وبتقول لبيج ابني اتغير بعد ما حبك وسرق مني فلوس ومجوهرات وبقى مدمن كمان. فبتقول بيج إن مايكل في آخر فترة قبل ما يموت بطل مخدرات وراح مركز تأهيل، وده لأنه كان متحمس جدا يستقر ويكون أسرة. فبتسألها مرسيا هيكون أسرة إزاي وهو مش معاه فلوس؟ فبتقول لها بيج إن مايكل قال لها إنه هيدبر الأمر هو وصاحبه داكي. وبيج بتقول لمارسيا أنا مش جاية هنا علشان أتسول، وأنا جاي أعرفك إني كنت بحب مايكل جدا. وبنشوف بعدها توبي قاعد مع أمه وبيقولها إنهم في اسم الشرطة شاكين في إن القاتل هو داكي صاحب مايكل، لأنهم اكتشفوا إن مايكل وداكي هما الاتنين كانوا بيشتغلوا مع بعض في بيع المخدرات، ومايكل مات في شارع قريب من أحد مخابئ داكي، فاحتمال يكون نشبت ما بينهم خناقة بسبب الشغل وخلت داكي يموت مايكل. وبتروح مرسية مكتب الصحافة وبتقول للمدير إنها عايزة ترجع للشغل، فبيستغرب جدا وبيقول لها أنا فكرتك هتاخدي أجازة طويلة لحد ما تخف من الصدمة بتاعت وفاة ابنك مايكل، لكنها بترفض ده وبتصمم ترجع الشغل تاني. وبنشوف مجموعة أشخاص مقنعين رايحين لبيت بيج وبيقتحموه بعدها، وواحد منهم بيقول دور على الشنطة الجلد، لكن بتسمع صوتهم بيج فبتاخد الشنطة ترميها من شباك الأوضة وبتنط وراها هي كمان، وبتهرب وبتروح على بيت مرسية وده علشان تستخبى فيه. وبعد كده بتوصل مرسية وبتشوفها فبتسألها بتعملي ايه هنا؟ فبيج بتقولها ان كان في ناس اقتحموا بيتها وكانوا بيطاردوها علشان ياخدوا شنطة جلد وبيطلع فيها كيس هيروين بقيمة 50,000 دولار. وبنشوف توبي مع مراته جينا وبنعرف إنها حامل هي كمان، وبنعرف منهم إن مارسيا مات جوزها فرانك من فترة مش بعيدة. وبيروح توبي يشوف كيس الهيروين ده وبيسأل بيج شافت وش اللي اقتحموا بيتها ولا لأ، فبتقول له لأ، بس اللي عرفه إن ده ليه علاقة بموت مايكل لأنه قبل ما يموت غادر بسرعة وكان بيتكلم في التليفون وهو مذعور. فبيقول لها توبي إنهم اتفقدوا موبايله وطلع آخر شخص كان بيكلمه هو صاحبه داكي. فبتتصدم بيج جدا وبياخد توبي كيس الهيروين لاسم الشرطة. وتاني يوم بتاخد مرسيا بيج وبيروح عند الدكتور علشان يطمنوا على الطفل اللي في بطنها، وبيج بتقابل جينا وبيقعدوا يتكلموا شوية مع بعض. وبنشوف مرسيا قاعدة بره بتشرب حاجة وبتفضل تسمع تسجيلات الصوت بتاعة مايكل. وبعد كده بتروح البيت وبتقعد تتكلم هي وبيج عن مايكل وبعد كده عن جوزها فرانك. فبيج بتسألها لسه مفتقدة فرانك؟ فمارسيا بتقول لها لسه وهفضل دايما مفتقداه. وبتنزل بيج بوست على صفحتها وبتقول فيه معلومات عن الجريمة، وبتطلب من أي حد يعرف حاجة تساعدها يكلمها. فبيبعت ليها شخص اسمه جيرمي رسالة وبيقولها إنه عنده معلومات، فبتروح هي ومارسيا ليه وبنعرف منه إن جده سمع مايكل بيصرخ، وبعد كده سمع صوت عربية جاية. وبنشوف إحنا المشهد كامل، مايكل كان بينادى على داكي لكنه شاف عربية جاية ناحيته فطلع يجري وهو خايف، لكن للأسف حد من العربية دي طلع مسدس وضربه بالنار ومات. وبعد كده بتروح مارسيا وبيج للكنيسة علشان يحضروا جلسة اعترافات تقريبا، وبتقول واحدة اسمها لوري إنها افتقدت بنتها جيسيكا من 3 شهور، وبتقول كمان أحيانا بنفتكر ولادنا ملايكة لكنهم بيطلعوا مشاغبين جدا وعلى العكس تماما. وبتحكي إن في اليوم اللي ماتت فيه بنتها جيسيكا كانت نايمة في سريرها وجنبها كيس وبيكون مكتوب عليه ام، وده كان نفس نوع المخدرات اللي كان بيتعاطاه مايكل. فبتتأثر مرسية جدا، ولوري بتقول إن المخدر ده لو شفتوه مع ولادكم اعرفوا إن كل حاجة هتنتهي. وطبعا بتطبق مرسية وبيج الكلام ده في خيالهم على مايكل فبيتأثروا جدا عليه. وبعد ما الجلسة بتخلص بتروح ماريسيا مع لوري المكان بيتم فيه تبادل الحقن لمتعاطين المخدرات علشان يساعدوهم يتعافوا، وهناك بتشوف ماريسيا داكي فبتروح بسرعة ناحيته لكنه بيطلع يجري وبيهرب منها، وبتفضل تجري وراه وتطارده لحد ما بيوصلوا المكان أشبه بمحطة قطارات. فبيستخبى داكي وبيمسك عصاية وفجأة بيجي من ورا ماريسيا وبيضربها، وبعدها بنشوفه رابطها وحابسها في أوضة. وبتفوق بعدها ماريسيا فبيزعق ليها وبيقولها بتلحقيني ليه؟ فبتقول له ليه قتلت ابني؟ فبيقول لها انت بتصدقي الخرافات دي وانا ما قتلتهوش. فبتقول له طيب احكي لي ايه اللي حصل؟ فبيقول لها ان في حد اتصل بيه وقال له ان مايكل في خطر وفي شخص بيكون عاوز يموته.
فاتصل داكي بمايكل وقال له يقابله علشان يخفيه في بيت مهجور، لكن فجأة بيجي شخص غريب وبيموت مايكل قبل ما يوصل له. فبتسأله تعرف ايه عن القاتل، فداكي بيقول لها ان كل اللي يعرفه عن القاتل انه دايما بيسوق عربية بيضة وبيكون في وشم في ايده وبيقطعهم صوت خبط بره. فبيروح داكي يشوف في ايه، وبتستغل ماريسيا الفرصة وبتهرب وبترجع البيت وبتحكي لتوبي وبيج على كل اللي حصل. وتاني يوم بتروح بيج البيت داكي القديم وبتخبط عليه لكن محدش بيرد. فبتدخل من نفسها وبتدور عليه لحد ما بتلاقيه، لكن الصدمة انه بيكون انتحر عن طريق شنق نفسه. فبتاخد موبايله تفتحه علشان تشوف رسايله الأخيرة، وبتلاقي رقم مجهول بيقول لداكي هات مايكل وتعالوا للمكان المحدد بدل ما نموت كلنا. فبتتصدم بيج جدا وبتسجل الرقم ده عندها وبتمشي، وبتتجه لبيت توبي وبتقول له على اللي هي شافته، لكن بتخبي موضوع الرقم المجهول ده. فبيقول لها انه هيروح يتصل بالشرطة ويروحوا بيت داكي يحققوا في الواقعة دي. وبنشوف ماريسيا بتلاقي في شنطة بيج كيس هيروين تاني، ده غير اللي سلمته لتوبي، فبتتصدم جدا. وبنشوف بيج بتتصل بالرقم المجهول، لكن الصدمة انها بتسمع صوت بيرن في بيت توبي. فبتروح ورا مصدر الصوت وبتلاقي قبو فبتنزل فيه، وبتلاقي التليفون بتاع الرقم المجهول بالفعل، وهناك بيشوفها توبي. فبتقول له ابعد عني، لكنه بيطلب منها تهدى وهو هيفهمها على كل حاجة، لكنها بترفض تسمعه وبتحاول تهرب، لكنه بيزقها وبتقع من على السلم في القبو. فبيجرجرها على السلم وبيجيب حقنة مخدرات وبيحقنها بيها. واول ما مراته بتوصل بيقولها تتصل بالاسعاف علشان بيج تعاطت مخدرات ووقعت بعدها في الحمام. وبتتصل بيه ماريسيا وبتقول له ان بيج مخبيه حاجه، وهو بيقول لها مظبوط، بيج رجعت تتعاطى مخدرات من تاني وهي دلوقتي في طريقها للمستشفى وقابلينا هناك. وفعلا بتروح ماريسيا وبنشوف ان بيج ولدت بنت، لكن للاسف الحقير توبي كان مديها جرعه زياده فتوقف قلبها عن الحركه وماتت. وبعدها بنشوف جينا بتروح لماريسيا وبتديها سلسله، فبتسالها ماريسيا ايه دي، فبتقول لها دي سلسله كانت بتلبسها بيج ولقيتها على سلم القبو بتاع بيتنا، وكمان لقيت جنبها بقع دم. فبتتصدم ماريسيا جدا وبتقول جينا انها فكرت في كل الاحتمالات اللي ممكن تكون بسببها السلسله والدم دول هناك، بس مفيش غير تفسير واحد في دماغها واللي هو ان توبي قتل بيج. فماريسيا بتسالها اتكلمت مع توبي ولا لا، فبتقول لها جينا انها مش قادره تنطق حرفيا. وبتقعد ماريسيا تفكر مع نفسها وتفكر في كلام توبي وتسجيلات صوت مايكل وبتربط الامور ببعض. وبعد كده بيجي توبي، فماريسيا بتوريله الشنطه اللي فيها الهيروين وبتساله تفتكر ده اللي موت بيج، فبيعمل نفسه بريء وبيقول لها ايوه هو اللي تسبب في قتلها وقتل مايكل كمان، وبيطلب منها تروح تقابل دكتور نفساني. فبتقول له حاضر هروح، وبياخد الشنطه وبيمشي. فبتاخد ماريسيا البيبي وبتركب عربيتها وبتمشي وراه، وبتفضل تتتبعه لحد ما بيركبوا المترو اللي بيكون متجه لمدينه بنسلفانيا. وهنا بتيجي الصدمه، بتشوف شخص قاعد يتكلم مع توبي وبيكون على ايده وشم، يعني هو ده الشخص اللي قتل ابنها مايكل. وبياخد القاتل الشنطه من توبي، فبتطلع مارسيا الموبايل وبتصورهم. واول ما بيمشي القاتل بتروح تقعد جنب توبي، فبيقول لها انه ما كانش يقصد يرتكب اللي حصل ده، وان مايكل لما عرف اللي في الشنطه ما كانش هيرجعها او هيبيعها، فحصل اللي حصل ده. وتوبي بيقول انه خايف، فماريسيا بتقول انها كمان خايفه. وبتخلص الليله على كده، يعني لا بلغت الشرطه ولا انتقمت منه علشان ابنها اللي مات ده. وبعدها بنشوف ماريسيا رايحه الكافيه وبتكتب مقال بتحكي فيه قصه حياتها، وبتتكلم فيه عن ابنها مايكل وقد ايه هو كان رياضي موهوب من وهو صغير في لعب البيسبول، لكن مع مرور الوقت بدأ سلوكه يتغير وده بسبب ادمانه على المخدرات طبعا. وبتتكلم عن توبي هو كمان وانه كان طفل مثالي جدا وكان عنده طموح وعلشان كده التحق بالشرطه. وبتكمل باقي الحكايه، وبعد كده بتروح لمدير مكتب الصحافه اللي هي شغاله فيه، وده علشان ينشر مقالتها. فبيقول لها ان ده ليه تبعات خطيره عليها، فبتقول له انا عارفه كويس التبعات دي. فبيقرر يديها يومين مهله تراجع نفسها فيهم، ولو فضلت مصره على رايها هينشر مقالتها بكل سرور وهيكون اكبر داعم ليها. وبنشوف بعدها توبي ومراته بيكونوا جايين علشان ياخدوا البيبي بنت المرحومين مايكل وبيج، وده علشان يفسحوها ويقضوا يوم معاها. وماريسيا بتغير رأيها وبتروح تولع في المقالة اللي كتبتها. ولحد هنا بتنتهي قصتنا، فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أقوى ملخصات الأفلام.